ما تكملش علشان انت بس بتحب، او ما تكمليش علشان بس انت اتخطبتي وما اتقالش عليكي فسخت خطوبه. محدش يكمل الا لو هو متاكد ان العيوب دي هيقدر يعيش معاها بقيه حياته. طب هي هتتغير؟ ممكن تتغير، لكن احتمال 1 مليار في المية لا منطق ولا انت تدخلي منطق. انتوا دي شقتكم، انتوا ممكن تاخدوا رايهم. انا مش بقول ان انتوا ايه، بس ممكن يعني تاخدوا رايها، يا ماما مثلا نجيب البتاع الفلاني لو انتوا مثلا الاثنين محتارين في حاجه. خلاص، لا ده دي احلى، ده دي احلى، ماشي. لكن بقى ما تجيش بقى مامتك بقى إيه بقول لك ايه، هدي ده دي مش عارف ايه ده، هي دي اللي هتستحمل وكده. طب هي عايزه الثانيه، والاثنين مثلا في الرينج اللي انت ان شاء الله هتقدر تجيبه. يعني مش بقول مثلا هي بتتكلم في حاجه عاليه قوي قوي قوي، وحاجه انت بتتكلم في حاجه اللي انت هتقدر تجيب، لا الاثنين في نفس الرينج. مامتك عايزه حاجه وهي عايزه حاجه، في الحاله دي هتجيب اللي مراتك هي اللي عايزاه. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ امي عايزه حاجه واروح اجيب اللي مراتي عايزاه؟ انت هنا بيجي الاختيار اللي هو بتاع اختيار شريك الحياه بقى اللي هيعيش معايا ده. ما هو انا لو جبت شريك حياتي ده في عيب فلاني كبير جدا بالنسبه لي وكملت معاه عشان انا خطبته، ولا عشان انا جبت شبكه، ولا هي علشان انا اتعمل لي خطوبه ولا كده وكملت معاه، هتوصلوا للطلاق. وده احنا مش عايزين. يعني انا لو هنفسخ خطوبه احسن 1000 مره من ان احنا يحصل طلاق. تمام؟ فاللي هو مش هكمل بقى وخلاص. يعني هنا الاختيار، هنا الاختيار. انت هتتضغط جدا في الفتره دي، فهتبقى عصبي اكتر. معلش يا عروستنا استحمليه. هيبقى مضغوط والله. هو مش ما عادش، لا ما تقعديش تقولي بقى ده انت ما عدتش زي الاول، ده انت كنت في الاول بتجيب لي هدايا. وممكن حتى يبقى مضغوط ماديا فما يعرفش يجيب نفس الهدايا اللي كان بيجيبها في الاول. فمعلش انت كده عروسه شطوره كده وعاقله، هتعملي ايه؟ هتستحملي الراجل ده، لان هو دلوقتي احنا في زمن صعب. ماشي؟ الراجل بيشتغل وبيشقى وبيعمل كده. مفيش حاجه اسمها نسيب بعض ولا بعد الجواز. طبعا انا لسه هجيلك في بعد الجواز دلوقتي، احنا كل ده في قبل الجواز. بعد الجواز طبعا فكره الطلاق دي انا مش هقول لك برضو الا في الحالات امتى اللي تطلق وامتى اللي تطلبي الطلاق. لكن في الحياه كل ده، في الفتره دي بكل خناقاتها، ما تفسخوش الخطوبه طول ما انتم متوافقين مع بعض. حتى لو كل ساعه بتتخانقوا كملوا، والشيطان بقى يعمل اللي يعمله. يبص يقول لكم ده هي ما بقتش زي ده، هي دي مش مناسبه ليك. يروح يقول لها هو ده اللي هتعيشي معاه؟ ده شوف ده اتعصب عليك بكره يضربك. هيقول لك الكلام ده، هيقول لك الكلام ده يا سيدي. بالنسبه بقى لفتره الخطوبه، ايه اللي المفروض بيحصل فيها؟ الخروجات بيبقى شكلها عامل ازاي؟ ايه المشاكل اللي بتحصل في فتره الخطوبه والكلام ده كله؟